احنا مصدر الدخل بتاعنا محبة الناس، واحنا دلوقتي لقينا الانتقادات كلها علشان خاطر النقاب، قلنا خلاص نجلع النقاب، بلاش النقاب. كلنا شفنا الفترة اللي فاتت المنتقبة اللي قلبت السوشيال ميديا بالأغنية الخطيرة اللي ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا ليها أي 30 لازمة. ما روحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ما بروحش البنية شهوتاتني ولا بروحش البيت البنية شهوتاتني ولا. ابويا قال حلوة يا بنتي، ابويا قال لي سيبك منه، كبرتي واتحجبتي انت اللي فيهم. ايوه انتي غير لما اتوضى وصلي. ما بروحش مكان غير لما اتوضى وصلي. ما بروحش اجوزك احسن منه، جرحيني ويفهم عنه، والدنيا شوكتني ولا. لك أن تتخيل إن المنشدة ولا المطربة اللي حضرتك شفتها دي وجوزها قاعد جنبها ماسك لها الرقة وبيطبل لها لما نشروا الأغنية بتاعتهم، والناس بدأت تنتقد فيهم إزاي تكون منتقبة وبتغني، إزاي تكون منتقبة وتطلع بالمنظر ده، إزاي تكون منتقبة وحاطة ايلاينر وكحل ومش عارف إيه. وأنا من الناس اللي كنت بحضر عشان أتكلم في الموضوع ده. فلك أن تتخيل إن لما الانتقادات دي حصلت طلع جوزها وقال أنتوا معترضين يعني على إنها منتقبة وبتغني؟ قلنا يعني هتمنعها من الغنى ولا ايه؟ قال لك لا، ده انا هقلعها النقاب، وأما قلعها النقاب ومطلعها تكمل بقيه الاغاني معاه. انا حابب اقول لك يا عم الناس مبروك، مبروك عليك حب الناس وسخط رب الناس سبحانه وتعالى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. اللي انت عملته ده ومحاوله ارضاء الناس وركوب الترند على قفا الدين، وانك تقلعها النقاب العفة والطهارة بدل ما تمنعها من الغنى، يخلينا نقول لك الف مبروك يا عم الناس، الف مبروك واهلا وسهلا بالرجولة بتاعتك. والرد اللي كنت عاوز ارد بيه او اعلق بيه على الفيديو او الانشودة او الاغنية دي لسبب واحد بس، وهي ان الناس خدوا الموضوع ده والفيديو ده وطاروا به السما. وشوفوا بقى الملتزمين بيعملوا ايه، وشوفوا بقى المنتقبات بيعملوا ايه، شفتوا المتخلفين بيعملوا ايه. ما هم عندهم حق برضه، ما هو برضه ما ينفعش واحدة منتقبة تطلع تغني وتتمايل وتقول لك انها مش هتروح اي مكان غير لما تتوضى وصلي، وان ابوها قال لها ما تفتحيش بابك لاي حد غريب غير لما تتوضى وصلي. يا سلام، يعني بعد ما اتوضيتي وصليتي تفتحي لاي حد كده؟ افتحي بقى لابن الجيران وابو ابن الجيران برضه بالمرة. ما هو طالما اتوضيتي وصليتي يبقى انت كده اتحصنتي، افتحي لاي حد بقى. البسي يا بنت حجابك تربق الرق. خلاص كده البنت هتلبس حجاب ليه؟ جه بعد البسي يا بنت حجابك او تربق الرق، فالبنت اقتنعت لان احنا في زمن التربق الرق. كلام ملوش اي معنى ولا اي 30 لازمه. واحد لقى نفسه فاضي قال لك طب ما اكتب اغنيه على نفس وزن اغنيه الباميه شوكتني وزي ما تيجي بقى. فانا طالع اقول ان اللي حصل ده ملوش علاقه بالنقاب ولا بالحجاب ولا بالالتزام اصلا، عشان الناس تبطل ترمي الكلام والحمل كله على الدين والملتزمين. ما هو مش كل واحده لابسه نقاب تبقى ملتزمه، ولا كل واحد مربي لحيته يبقى ملتزم. الالتزام بالفعل مش بالمظهر فقط. نيجي بقى لنقطة تانية، وهي نقطة ان صوت المرأة في الاساس مش عورة، بس بشرطين. الشرط الاول ان يكون الكلام على قدر الضرورة وعلى قدر الحاجة. 2 الا يكون فيه خضوع بالقول. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع المرأة بالقول هو انها ترقق صوتها وتحاول ترفع صوتها، وده امر ممنوع شرعا حتى ولو كانت بتقرأ قرآن. يعني كل البنات اللي بيطلعوا في فيديوهات يقرأوا قرآن ولا يقولوا أناشيد ويتمايلوا ويرققوا في صوتهم، ده أمر ممنوع في الشرع ومخالف للدين. نيجي بقى لنقطة ثالثة، وهي إن مين قال إن ده نقاب أصلا؟ هي أي قطعة قماش اتحطت على الوش تبقى نقاب كده وخلاص؟ فالمنظر اللي قدامنا ده ملوش علاقة بالنقاب أساسا. النقاب غرضه هو إخفاء الزينة. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لكن حضرتك ما تجليش
حطالي حته قماشه مزينه على وشك، وحطالي ايلاينر في عينك وكحل على رموشك، ولابسه لبس ضيق والوان ملفته، وتقولي لي الحمد لله لابسه النقاب. لا ده النقاب بريء منك ومن امثالك يا شيخه. وطبعا انا مش هلومها هي لوحدها، اللوم الاكبر على جوزها اللي طالع معاها وقاعد جنبها ماسك لها الرق وقاعد يطبل لها قدام الناس. الرق ده مش ليك يا ابن الناس، الرق ده للنساء يا حبيب الناس. فاللوم كله مش عليكي، اللوم على جوزك اللي رضى بده وخلاكي تقلعي النقاب عشان يرضي الناس. لا والاعجب من كده انه طلع واعترف بلسانه في لقائه مع ريهام سعيد انه عادي ممكن يحضر فيه شرب وناس بترقص على اغانيهم وعادي. يا ابن الناس انت غلطان وجيت في المكان الغلط، الدين مش لعبة. يعني ايه تجيب مراتك تغني وتتمايل قدام الناس والناس قدامك بتشرب خمرة وقاعدين يرقصوا على الاغاني وتقول لي فرح اسلامي؟ اسلامي ايه يا برنس؟ وراسي ايه على ما بروحش مكان غير لما اتوضى واصلي؟ للدرجة دي بقى الوضوء والصلاة حاجة نرقص عليها عادي كده؟ وصل بينا الحل للاستهزاء بشعائر الدين ونحطها في اغاني. وبعدين اللي جاب الرق جنب النقاب واتوضى واصلي؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ الكلام ده انا طالع اقوله لان عاد فيه ظاهرة منتشرة بينا اليومين دول، وهي ان تلاقي بنات كتير منتقبات وتلاقيها واقفة في الفرح وبترقص ولا اجدعها رقاصة. ايه يا ست البنات انت بتعملي ايه؟ انت مش متخيلة شكلك ايه وانت بترقصي بالنقاب؟ انت دماغك متركبة ازاي؟ ولا البنات اللي تلاقيهم منتقبات وكل حالاتهم على الواتس والفيس اغاني بموسيقى؟ كمان تلاقي واحدة منتقبة وحاطة ايلاينر في عينها وتلاقي عينها طالعة لبره كده وكأنها بتقول للناس يلي ما بتشوفش تعالى واتفرج. انتوا عارفين بجد بتعملوا ايه؟ انا حصل لي ايرور والله. عارف انت لما تبقى واكل بسبوسة وتحل بعدها بحتة جبنة حادقة قديمة؟ يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل بجد. يعني انت حضرتك منتقبة ولا مش منتقبة؟ ارسلك على بر. انا عارف ان الكلام خدني والموضوع والوقت طوله مني، بس كان لازم بجد اتكلم على الموضوع ده لان الموضوع خطير بجد والله. النقاب مش مجرد حتة قماش بتتحط على الوش وخلاص، النقاب دين، النقاب حشمة، النقاب وقار، النقاب عفة، النقاب طهارة، النقاب التزام. ما ينفعش النقاب يجتمع مع الرقص والاغاني، ما ينفعش النقاب يجتمع مع الاختلاط، ما ينفعش النقاب يجتمع مع سوء الادب، ما ينفعش النقاب يجتمع مع الكذب والخيانة. يا اما تلبسي النقاب بجد وتلتزمي يا اما تقلعيه وما تتحسبيش من الملتزمين. الرسالة اللي حابب اوجهها في النهاية، الالتزام هو الالتزام. سلام.